السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم في مطبخ نوجة. وصفتنا النهاردة الفراخ المحشية رز. هنسويها في الفرن وهنعملها بطريقة سهلة جدا وطعمها جميل. تعالوا نشوف هنعملها ازاي. أول خطوة هنعملها هننقع الفراخ في محلول النقع. هحط لكم الرابط بتاع محلول النقع في صندوق الوصف. عملناه قبل كده في حلقة البط الريستو. الفراخ اللي عندي دي يا جماعة فراخ ساسو. الفراخ البلدي لما بنسويها في الفرن بتنشف، انما الفراخ الساسو ديت بيبقى طعمها حلو ونوعها حلو. دول فرختين وزن الواحدة حوالي 2 كيلو الا ربع. ما بحبش الفراخ المحشية يبقى حجمها كبير قوي. بالنسبة لي الحجم دوت كويس قوي. هنقع الفراخ في محلول النقع من بالليل لتاني يوم. الخطوة دي يا جماعة مهمة جدا لأن محلول النقع بيشيل كل الزفارة اللي في الفراخ وبيطري لحم الفراخ. شلت الفراخ من محلول النقع وغسلتها كويس. عندي بصلتين مبشورين وحطيت عليهم معلقة من الفلفل الأسود ومعلقة كمون ومعلقة حبهان بودر ومعلقة من السبع بهارات، وهقلبهم كويس على بعض وهحشي بيهم الفراخ. بس قبل ما هحشي الفراخ بالبصل هنشفها كويس قوي بمناديل مطبخ، علشان مش عاوزه يكون في اي ميه جوه الفراخ. هحشي البصل في قلب الفراخ وما بين الجلد ولحم الفراخ زي ما حضراتكم شايفين. حشيت الفراخ وبقوا بالشكل ده. هسيبهم بقى في التلاجة لمدة ساعة. لحم الفراخ يتشرب ويتبل من البصل والتوابل لحد ما اعمل خلطة الرز اللي هحشي بيها. في طاسة على النار هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة البلدي ومعلقة زيت. والسمنة البلدي يا جماعة طعمها بيفرق جدا في الفراخ المحشية. هحط عليهم بصلة مبشورة واسيبها تدبل على النار. بعد ما البصلة دبلت وده شكلها هحط كوباية ونص من الرز المصري مغسول واقلبهم كويس. وهحط عليهم معلقة من الملح ومعلقة فلفل اسود ومعلقة حبهان بودر ومعلقة من السبع بهارات، وهقلبهم كويس. وهحط عليهم شوية مية صغيرين. انا مش عايزة اسوي الرز، انا عاوزاه بس يبقى نص سوا علشان يكمل السوا بتاعه جوه الفرن. ده كده شكل الرز. هفضيه في بولة واسيبه يبرد ونشوف هنعمل ايه بعد كده. في نفس الطاسة هحط فيها معلقة كبيرة من السمنة. وعندي نص كيلو من كبدة الفراخ هشوحهم في السمنة. ومش هقلب الكبده الا لما تاخد لون الاول والمسامات بتاعتها تتقفل، عشان ما تنزلش العصاره اللي فيها وتنشف. وبعدين هحط عليها شويه ملح وشويه فلفل اسود. هفضي شويه من الكبده على الرز واقلبهم، وباقي الكبده هكمل التسويه بتاعتها. هحشي خلطه الرز في قلب الفراخ وما بين الجلد ولحم الفراخ زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما حشيت الفراخ هقفلها بخله اسنان علشان الرز لما يستوي ما يخرجش بره الفراخ. هربط بقى رجلين الفراخ في بعضها عشان لما تستوي يكون شكلها حلو في التقديم. في صينيه هحط فيها بصل وقوطه وجزر شرايح، ورق لوري وفصوص من الحبهان ومعلقه ملح ومعلقه من الفلفل الاسود. وهحط على الصينيه الشبكه وبعدين احط عليها الفراخ. هنا بقى يا جماعه انا حاطه في كل جناح من بتاع الفرخه خله من بتاعه الاسنان، علشان الفراخ لما تستوي ما تبقاش مفتوحه ويبقى شكلها مش حلو. هحط في الصينيه 3 كوبايات من الميه المغليه. وفايده الميه المغليه دي يا جماعه الفراخ هتستوي على البخار ومش هتنشف. هغطي الفراخ بورق زبده ودهنتها بمعلقه من الزبده عشان ما تلزقش على الفراخ. وبعدين احط عليها الفويل واقفلها كويس. ادخلها بقى الفرن على نار عالية من ساعة لساعة وربع. وبعدين نشوف الخطوة اللي بعد كده. الفراخ اخدت مني ساعة وربع. عندي معلقة صلصة ومعلقة زيت ومعلقة من الصويا صوص ورشة فلفل اسود. هقلبهم وادهن بيهم الفراخ عشان تاخد اللون الحلو بتاعها. ده كده شكل الفراخ النهائي. ريحتها وطعمها تحفة. الفراخ بالطريقة دي حلوة قوي للعزومات.
ان شاء الله تعملوها وتعجبكم. ولو عجبتكم طريقتي واول مره تشوفوا قناتي، ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس الصغير عشان يوصل لكم اشعار بكل وصفاتي الجديده. ولو في اي استفسار عن وصفه النهارده او اي وصفه من وصفاتي ابعتولي في الكومنتات. سلام عليكم.